العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمر. إلى حضراتكم نشرة الأخبار مستهلة إياها بالعناوين. إصابة 8 مواطن بفيروس كورونا اليوم. حماية الغابات والحياة البرية في شمال البحر الأحمر تحقق نتائج ملموسة. الجهود الجارية لتغيير الخدمات التعليمية نوعيا تسهم في تحقيق نتائج الطلاب. إسرائيل تشن قارات جوية على مواقع في غزة. كوريا الجنوبية تصدق على اتفاقية تقسيم تكاليف وجود القوات الأمريكية بها. وكفاح رجال الإطفاء في كاليفورنيا لاحتواء حريق كالدور. ومن العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. إعلان من وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 24 من أغسطس في مراكز العزل في أقاليم الأوسط والجنوبي وعنسبة أظهرت إصابة 8 مواطنين بفيروس كورونا، وقد ظهرت 5 إصابة في أسمر الأقليم الأوسط، وإصابتان في الأقليم الجنوبي، واحدة في عرزة ومثلها واحدة في دق محره، وإصابة واحدة في كرن إقليم عنسبة. في غضون ذلك شفي 9 مرضى كورونا كانوا يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات، منها 6 في القاشبركة و3 في الأقليم الأوسط. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 6631، شفي منهم 6580، وتوفي 37 مريض كورونا، فيما لا يزال 15 مرضى يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 24 من أغسطس 2021. أعلنت سلطة الغابات والحياة البرية في إقليم شمال البحر الأحمر بأن الأعمال الجادة الجارية لحماية المحميات، وخاصة محميات شمال وجنوب مديرية جندع، أدى إلى تنمية الأشجار المستوطنة والحياة البرية جيدا. وأوضح مسؤول السلطة الرائد سهاي تخليل وكالة الأنباء الإريترية إيرينا إعادة الحياة البرية مع تنمية الثروة القابية، داعيا إلى منح اهتماما أكبر لقلة المياه التي تعيق تنمية الحياة البرية في مديرية قلعلو. وأشار الرائد سهاي إلى اتخاذ خطوات رادعة للحد من اقتلاع الأشجار الجارية في مناطق عاغومبوسا وعاغامبادا وقحتيلاي ودماس في مديرية جندع، ومناطق روبروبيا وأوملي ودنانلو وقدم في مديرية فورو، مناشدا الدفع بقوة لإدخال خيارات مصادر الطاقة وتوسيع سبل الاستفادة منها. وفيما يتعلق ببرامج حماية الأشجار، أوضح الرائد سهاي إعداد 100,000 شتلة في مديرية جندع بما يتماشى مع مناخ المديرية، ووجود برنامج مماثل في مشتل محبار، ووضع خطة لتوسيع مشاتل نقفة وأفعبت ومصوع يجب تعزيز دور مدراء المديريات. في غضون ذلك أشار مسؤولي اتحاد الشباب والطلبة في مديرية جندع الأستاذ دجين جبرو ومدير بلدة قحتيلي الأستاذ السيد زرع سناي قايم أن مؤسساتهما حققتا تطورا ملموس في إقامة أندية الحملة الخضراء، موضحين بإعداد حفرة لقرص الشتول بهدف مواصلة برامج التشجير جيدا، ومع بدء الخريف البحري سيبدأون في قرص تلك الشتول. هذا وتنتشر المحميات في مساحة قدرها 107 هكتار في كافة أرجاء إقليم شمال البحر الأحمر، منها 106 تنتشر في مديرية جندع. أفادت وزارة التعليم في مداولاتها السنوية التي جرت في 23 و24 من أغسطس في العاصمة أسمرة بأن الجهود الجارية لتغيير الخدمات التعليمية نوعيا ساهمت بفعالية في تحقيق نتائج الطلاب.
وألقى المدير العام لقسم تطوير القوى البشرية في الوزارة سيد بطرس هيلي مريم كلمة أوضح فيها المساعي الحثيثة المنسقة التي أجريت لإعادة التعليم وتغطية الفراغ الناتج عن القيود المفروضة لمكافحة جائحة كورونا والتي حققت نتائج جيدة. وأوضحت تقارير أقاليم شمال البحر الأحمر والجنوبي والقاش بركة بدء التعليم في أوانه بفضل تجهيز المستلزمات التعليمية والقوى البشرية المطلوبة، فيما أشار تقرير الإقليم الأوسط إلى بعض المعوقات في بعض المواد الدراسية نتيجة لنقص المدرسين. كما أوضح في المناسبة منح اهتماما أكبر لنقل المدارس الكائنة في جبال مديريتي فورو وقلعلو في إقليم شمال البحر الأحمر إلى مدارس شبه داخلية لتقديم خدمات تعليمية جيدة، وكذلك المدارس التي تحقق نتائج منخفضة في القاش بركة، بالإضافة إلى نقص معلمي اللغات الأم في غالبية أقاليم البلاد. وفي التقييم الذي أجري حول الأخلاق المهنية وإنتاجية المعلمين وكذلك تحسين التعليم نوعيا والأعمال المنجزة لتنفيذ البرامج الموضوعة، أوضحت بأن الأعمال الجيدة التي تحققت في مدرسة وارساي كالو بيساوا ذكرت كنموذج، فيما قدمت توصيات لإجراء دراسة تساهم في معرفة السر الذي يكمن وراء التحاق أعداد مبالغة في عام إثر آخر في مجال العلوم الاجتماعية. وأفاد التقرير المقدم حول مدرستي إريتريا في جدة والرياض بالمملكة العربية السعودية، أوضح أن وسائل التواصل الاجتماعي سهلت من المعوقات التي فرضتها القيود المفروضة لمكافحة جائحة كوفيد-19، فيما أوضح بأن توقف امتحانات الشهادة المتوسطة والثانوية خلق تأثيرا سلبا على الطلاب. في الختام قدمت آراء وتوصيات تمثلت في إيجاد آليات حلول جادة تساعد في إعادة الطلاب المقاطعين لمائدة التعليم في كافة أقاليم البلاد إلى التعليم بعد إجراء دراسات جادة حول ذلك واكتمال متطلبات المواصلات تساهم في مراقبة تطور التعليم وغيرها من الآراء والاستفسارات. قام الإريتريون المقيمون في الداخل والخارج بتبرع مالي لصالح تنمية صندوق تصدي كوفيد-19. ووفق المعلومات الواردة من وزارة الصحة، تبرع عمال وزارة المالية 186 ألف نقفة، إضافة إلى 1,850,000 نقفة تبرعوا به سابقا، ليرتفع إجمالي المبلغ المالي الذي تبرعوا به إلى 2,036,000 نقفة. كما تبرع أصدقاء إريتريا في بريطانيا العظمى ب3,388 يورو لنفس القرض. فاصل ونعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، لا تذهبوا بعيدا. مرحبا بكم. نفذ طيران الجو الإسرائيلي عدة قارات جوية على مواقع لفصائل المقاومة في مدينة غزة وخان يونس وفي جباليا، مما أسفر عن وقوع أضرار مادية دون وقوع إصابات، وذلك ردا على بالونات حارقة أطلقت من القطاع باتجاه جنوب الدولة العبرية، حيث تسبب بعضها باندلاع حرائق. وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان أن عددا من مقاتلاته الحربية استهدفت موقعا لتصنيع الأسلحة تابعا لحماس في خان يونس ومدخل نفق تحت الأرض في جباليا، وموقعا لإطلاق صواريخ يقع تحت الأرض. وأوضح الجيش أن الضربات جاءت ردا على إطلاق حماس بالونات حارقة على الأراضي الإسرائيلية انطلاقا من القطاع خلال النهار. وكانت بالونات حارقة قد أطلقت نهارا من قطاع غزة تسببت باندلاع حرائق في جنوب إسرائيل، كما أعلن عناصر سلطة الإطفاء الإسرائيلية.
وتحمل إسرائيل حركة حماس مسؤولية أي خروق مصدره القطاع الذي يخضع منذ 15 سنة لحصار إسرائيلي مشدد ويعيش فيه أكثر من 2,000,000 نسمة. أقرت اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية بكوريا الجنوبية مشروع قانون التصديق على اتفاقية جديدة لتقاسم تكاليف وجود القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية بين سيول وواشنطن. وقد توصل البلدان إلى ما يسمى باتفاقية الإجراءات الخاصة في مارس بعد عام ونصف العام من المفاوضات الصعبة حسب ما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية. وأوضحت الوكالة أنه بموجب الاتفاقية الجديدة التي تسري حتى عام 2025 ستدفع سيول حوالي $1,000,000,000 أمريكي هذا العام لتغطية بعض تكاليف وجود 28,500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية بزيادة قدرها 13.9% عن العام الماضي. وأيد مشروع القانون أعضاء من الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب قوة الشعب المعارض الرئيسي في اللجنة، بينما امتنع 2 آخران من أحزاب المعارضة الصغيرة عن التصويت قائلين إن معدل الزيادة غير معقول. أفادت وسائل إعلام محلية أن رجال الإطفاء في كاليفورنيا كافحوا لاحتواء حريق كالدور الذي تسبب في حرق أكثر من 100,000 فدان ودمر أكثر من 600 مبنى. وفقا لمسؤولي الإطفاء فإن حرائق الغابات التي اندلعت في 14 من أغسطس جنوب بولوك باينز قد أحرقت ما لا يقل عن 114,166 فدانا وتم احتواؤها بنسبة 9%. وخلقت الأخشاب والأشجار والأراضي العشبية الجافة في كاليفورنيا طبقة وقود قوية للعديد من حرائق الغابات المستعمرة في جميع أنحاء الولاية. كاليفورنيا التي شهدت عادة ذروة موسم الحرائق في أواخر الصيف والخريف في طريقها بالفعل لرؤية المزيد من المناظر الطبيعية تشتعل فيها النيران هذا العام أكثر من العام الماضي، وهو أسوأ عام على الإطلاق. والخبر الأخير في هذه النشرة، حيث أعلنت شركة باي بال عن إطلاق خدمة جديدة تمكن عملاؤها في المملكة المتحدة من شراء العملات المشفرة وحيازتها وبيعها اعتبارا من هذا الأسبوع. وأدى الوباء إلى تسريع التغيير والابتكار الرقمي في جميع جوانب الحياة، بما في ذلك رقمنة الأموال وزيادة اعتماد المستهلكين للخدمات المالية الرقمية. ويسمح عملاقة المدفوعات عبر الإنترنت للمستخدمين بشراء وبيع والاحتفاظ بعملة بيتكوين وبيتكوين كاش، بالإضافة إلى تتبع الأسعار والوصول إلى المحتوى التعليمي حول مجال التشفير. وساعد هذا الإعلان في تعزيز سوق العملات المشفرة الذي انتعش، حيث ارتفع سعر بيتكوين فوق $50,000 ليصل إلى أعلى سعر له في 3 أشهر. ختام النشرة، اسمحوا لي أن أذكركم بأهم ما جاء فيها. إعلان من وزارة الصحة. حماية الغابات والحياة البرية في شمال البحر الأحمر تحقق نتائج ملموسة. الجهود الجارية لتغيير الخدمات التعليمية نوعيا تسهم في تحقيق نتائج الطلاب. إسرائيل تشن قارات جوية على مواقع في غزة. كوريا الجنوبية تصدق على اتفاقية تقسيم تكاليف وجود القوات الأمريكية بها. وكافح رجال الإطفاء في كاليفورنيا لاحتواء حريق كالدور. إلى اللقاء.